في الفترة الأخيرة وخصوصا لحد موسم 2023-2024 في لاعب استمر في تقديم مستوى ثابت وعظيم في الدوري المصري وكمان على المستوى الأفريقي والمنتخب. اللاعب ده جمهور فريقه اتعامل معاه معاملة أسطورة حية فوق أرض الملعب. لاعب حاسم في المباريات الكبيرة، وجود اسمه في التشكيل مرعب للخصم أيا كان اسمه. اللاعب ده في موسم 2023 يكاد يكون من أفضل اللاعبين في الدوري المصري، أو يكاد يكون أفضل لاعب داخل مصر بالفعل. أظن أنت عرفته. اللاعب ده بالفعل أحمد سيد زيزو. وضحت لك تعامل جمهور الزمالك مع زيزو وإنه أسطورة حية ومستقبل النادي، لكن خلينا بسط لك مسيرة زيزو وليه الجمهور كان شايف فيه المستقبل والأمان والانتماء. زيزو قبل ما يكون لاعب للزمالك كان ليه تجربة احترافية مش ناجحة ومش فاشلة. زيزو لعب في مشواره الاحترافي 121 مباراة، ساهم فيهم ب9 أهداف و11 أسيست. وطبيعي لما تسمع أرقام زي دي تفهم إنه لاعب مش على درجة عالية من الاحترافية ومستواه يكاد يكون ضعيف. وده كان على عكس رؤية إدارة الزمالك اللي شافت فيه نجم بيلمع بس محتاج يتأقلم وشوية وقت وفرص والمكنة هتطلع قماش. علشان في 2019 يعلن رسميا نادي الزمالك التعاقد مع أحمد سيد زيزو لمدة 3 مواسم قادما من الدوري البرتغالي. زيزو لعب في مراكز متعددة زي صانع الألعاب والجناح الأيسر. قدر يقدم مساهمات تهديفية كويسة جدا. وكمان ظهور مميز في مباريات القمة والمباريات الحاسمة سواء في الدوري أو في أفريقيا. بدأ يكون علاقة جميلة مع الجمهور عن طريق احتفاله معاهم وظهوره في برامج يؤكد فيها انتمائه. واحد محسوب على نادي الزمالك، وبالفعل قدر يدخل قلوبهم. لكن خليني أقول لك إن الاحتفالات واللقاءات مش السبب الرئيسي في نجاح زيزو، لكن كمان لغة الأرقام كان ليها دور. زيزو لعب مع الزمالك أكتر من 250 مباراة، قدر يساهم في تسجيل أكتر من 80 هدف و70 أسيست. ولكن مين يا صديقي اللي عيونه بدأت تزغلل من نجاح زيزو؟ بالظبط جماهير الأهلي. وبدأ بالفعل يلمحوا للاعب إنهم معجبين بيه وبيتمنوا إنه يكون لاعب في صفوف فريق الأهلي. ولكن مكانة زيزو وقتها داخل نادي الزمالك جعلت ردوده واضحة وحاسمة بشأن الإشاعات المنتشرة، وإني شايف إن ليه انتقل للأهلي وأنا عندي كل حاجة، فلوس وشهرة ونجم الفريق الأول. ده بالفعل كان كلام زيزو في إحدى اللقاءات لما تم طرح سؤال عن إمكانية انتقاله للأهلي. عشان يكسب بطولات، عشان يبقى مشهور، مفيش اسباب تخليني اسيب ده واروح في نفس المكان يعني. وبعد فشل المحاولات بدأ جمهور الاهلي يقلل من قيمة زيزو عن طريق الالقاب، منها انه هداف ضربات الجزاء وانه بالونة. وعلى الوجه الاخر جمهور الزمالك كان معترف وشايف انه افضل لاعب في مصر، ومش مهم جماهير الفريق المنافس شايفة ايه. لحد ما حصلت المفاجأة في 2025 وقبل انتهاء عقد زيزو يبدأ يستغل شعبيته ودوره داخل الفريق ويطلب مقابل اعلى لتجديد عقده، او بمعنى اخر انا خلاص بقيت نجم الفريق ولازم معاملة مادية اكبر من كده بكتير. وهنا الادارة شافت ان الارقام المطلوبة من والد زيزو وكيل اللاعب اكبر من اللازم، بل تكاد تكون ارقام ضخمة في ظل الظروف اللي النادي بيمر بيها. الجمهور بدأ يشوف وجه اخر لزيزو ووالده، وجه استغلالي. انت المفروض بتتعامل معاملة الاساطير من الجمهور والادارة، والدليل على كده ان الادارة رفضت بيع زيزو رغم العروض المالية الضخمة من اندية الخليج، لان زي ما ذكرت كانوا شايفين في مستقبل النادي ومكانته افضل من انهم يبيعوه ويرجعوا يدوروا على نجم بأداء ثابت مع الفريق. ولكن خلينا ارجع بيك شوية للحلقة اللي فاتت. لو فاكر اول واحد اتكلمنا عنه وهو رضا عبد العال اللي رحل عن الزمالك بسبب قلة التقدير من الإدارة، وكان شايف ان المفروض عقده يكون اكبر من كده. وهنا التاريخ بيعيد نفسه ولكن باسمه مختلف. زائد ان الجمهور صعب على الإدارة فكرة التفاوض مع والد زيزو على تقليل العقد المطلوب، لما وجه اساءات لوالد زيزو من المدرجات ووصفه بوصف غير لائق وانه يهم الفلوس، علشان في ظل الأزمة يحصل تدخل وبكل هدوء من جانب النادي الأهلي مع والد زيزو، وإن يا عم الحاج حقك علينا والمطلوب من ماديات زيادة إحنا هندفعها، وإن فعلا زيزو يستحق مرتب يليق بيه. ومن هنا بدأت إشاعات تدور حول انتقال زيزو للأهلي لحد ما فجرها الإعلام إبراهيم فايق على صفحته الرسمية، وإن زيزو رسميا في الأهلي بعد نهاية موسم 2025. وبالفعل كانت صدمة بالنسبة للجمهور، وبعد هجوم شديد وانتقاد لزيزو من جمهور الزمالك يخرج عن صمته وينزل ببوست طويل عريض ويوضح فيه موقفه والضغوطات اللي حصلت ليه، وان العقود مش بايده، في ايد والده، وان المعامله والتقدير داخل النادي ليه مش احسن حاجه، وانه مش لاقي التقدير المناسب. بعض الجماهير تعاطفت مع زيزو بعد فشل الاداره في الوصول لحلول، والبعض الاخر شاف ان دي اشتغال عشان يشيل بقى الضغوطات من على نفسه، وانه ملوش دخل بامضاء العقود مع النادي المنافس، علشان بعدها نسمع قرار باستبعاد زيزو من الزمالك في بطوله الكونفدراليه وغياب
غيابه كان على اثره خروج الزمالك من البطولة. حالة الحب من الجماهير اصبحت كره وغضب، وصور زيزو في الملاعب الخاصة بنادي الزمالك تم التخلص منها بأبشع الطرق. وكمان الجماهير شافت انه خاين وبتاع فلوس، وانهم سبب اكتشافه من الدوري البرتغالي وسبب في صناعة اسمه وتاريخه، بمعنى اخر هم اللي عملوه نجم للفريق والمنتخب. ولحد هنا حابب اقول للناس اللي بتتضايق وتزعل ازعل، لا بجد ازعل وحقك تزعل. انت مالك انت؟ مش شغلتك انت خالص. والموضوع يضايق بجد، لان فكرة انك بتحب لاعب معين وتكون شايف انه بقى جزء لا يتجزأ من الفريق، وبعدين مش بس يسيب فريقك، لا ده كمان بيروح للنادي المنافس سواء بطريقة مباشرة او عن طريق كباري، المهم انه في الاخر هيجيب فيك جول ويحتفل او ما يحتفلش على حسب درجة الوفاء. لحد هنا انا متأكد انك خلاص عرفت تجاوب على سؤال الحلقة، ليه ما بقاش في انتماء؟ علشان ببساطة كرة القدم اصبحت بيزنس، والبيزنس علشان يكون مربح باكبر درجة ممكنة لازم تركن الانتماء والمشاعر على جنب. زي ما حضرتك اوقات كتير ممكن تروح الشغل او الكلية او حتى مشوار وانت مش عاوز تنزله، بتنزل بعيدا عن مشاعرك وانتمائك للمكان. بالظبط ده بقى تعامل اللاعبين مع فرقهم. لاعبين كتير بعت الاهلي والزمالك علشان عقود بيراميدز الضخمة تحت مسمى البحث عن الطموح، واركن الانتماء على جنب، ولما تعتزل وقتها ليك الحق تشجع اللي انت عايزه وتعلن انتمائك. انما الانتماء الحقيقي بتاع زمان اللي كان من اساطير ابرزهم ابو تريكة وشيكابالا ما بقاش موجود. وعارف انك هتقول لي شيكابالا مضى للاهلي، هفكرك انه ما قدرش يستمر بالتيشيرت او اللعب بشعار الاهلي، وشعر بالخيانة وطلب بفسخ العقد والرجوع للزمالك رغم مشاكله مع الادارة، الا انه كان بيحب النادي. وخليني اقول لك بطريقة اوضح ان احد اسباب انتقال اللاعبين من الزمالك للاهلي في الفترة الحالية هي نجاح واستقرار الادارة في النادي. بطولاته ونجاحه سبب في حب اللاعبين للعب تحت شعاره. لاعبين كتير انتقلت للاهلي لانه منظومه ناجحه واقل مشاكل من الزمالك. اذا يا صديقي مش الفلوس دايما السبب. واخيرا في كلام ان محمد شريف قريب من اللعب للزمالك. مش قلت لك محدش فاهم حاجه؟ هل هي قصه نجوميه واحتراف وطموح، ولا فلوس وبطولات ومجد؟ قبل ما تجاوب في التعليقات حابب افكرك اننا بنتعمد عدم استخدام موسيقى او ظهور مشاهد بذيئه، وعلشان نكون بنقدم محتوى مناسب للكبير والكبير، لان طالما نورت القناه فانت كبير. وما تنساش بقى اللايك الجميل واشتراكك الاجمل، وانتظر مني حلقه رحيلي للقناه المنافسه بسبب قله التقدير من القناه الحاليه وبحثا عن الطموح. وسلام.